الزمالك ده قادر يظبط لك مودك ويخلي مزاجك رايق وعنب والدنيا حلوه ويومك جميل، وقادر يعكنن عليك ويضايقك ويخليك تعكنن على اللي حواليك كمان. هو ده نادي الزمالك. يعني اقول لك مثلا بعد ماتش المقاولين طلبت سكوتر، الراجل جه شكله كده متضايق كده ومش طايق نفسه، فبقول له يا عم مالك، هو انت شكلك كده زملكاوي؟ قال لي هو انت عرفت منين يا عم؟ قلت له عرفت منين ايه؟ شكلك باين عليه، شكلك باين على الحزن اللي على وشك ده، بيقول نادي الزمالك معاك عليك النهارده. قال له والله ينفع اللي عمله الزمالك، يعني احنا نكسب سيراميكا ونتعادل مع المقاولين؟ قلت له هو ده نادي الزمالك، ما يكسبش ماتشين ويفرحك مرتين ورا بعض، دي حاجه من النوادر. قلت له طيب هقول لك على حاجه، دلوقتي الزمالك لما لعب الاهلي في نهائي القرن وخسرنا، في يوم هيجي لك احزن ويعني اصعب من اليوم دوت؟ قال لي لا طبعا، هو في بعد اليوم ده؟ قلت له طب خلاص زعلان ليه؟ كل اللي جاي عادي. قلت له طب يا عم اتفرجت على سوبر القرن؟ قال لي اه طبعا. قلت له في يوم هيجي اسعد ليك من اليوم ده، من البطوله دي كسبتها من الاهلي وبطوله قاريه؟ قال لي لا طبعا. قلت له زي ما هم كانوا احزن يوم عليهم يوم سوبر القرن، احنا كنا احزن يوم علينا يوم نهائي القرن. وهو هي دي كره القدم، الاهلي والزمالك قطبين الكره المصريه، المتعه كلها. الاهلي ما فرحش ببطوله افريقيا من ال 13 اللي خدهم زي بطوله الزمالك، وبعديها تحس ان هم بيلعبوا ماتشات وديه، والزمالك ما بيفرحش ببطوله زي ما بياخدها من الاهلي. يعني دلوقتي لو الاهلي والزمالك في بطوله، والاهلي بيلعب قبل النهائي والزمالك بيلعب قبل النهائي، والاثنين لو كسبوا هيلعبوا بعض، انت ممكن تيجي عند ماتش قبل النهائي تقول يا رب الاهلي يخسر عشان الفرقه اللي هتجيلي هتبقى ايا كانت هتبقى ارحم من الاهلي، عشان الاهلي حظه كمان عالي عليا، فتلاقي الاهلي وصل لك، فتقول له ايه ربنا يستر ان شاء الله نكسب. فلما تكسب البطوله تقول الحمد لله الاهلي هو اللي جه، عشان البطوله يبقى طعمها احلى، عشان يبقى ليها طعم احلى والفرحه تبقى اكبر. فقلت له الزمالك لسه موسم طويل ولسه هيزعلك كتير، فما تحطش في دماغك وما تزعلش، وخليها ايه مساله وقت الماتش، بعد الماتش انسى وطلع كله من دماغك يا عم. سلام يا اخواتي.